متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من داخل قلعة من قلاع الرياضة المصرية، كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية. نرصد معا أهم الأنشطة والإنجازات والفعاليات المنفذة على مدار الأسبوع. نبدأها بهذا الخبر. جولة تفقدية لعميد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية تعكس اهتماما بالغا بضمان جودة الامتحانات العملية والشفهية. تفقد الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عميد الكلية لجان الاختبارات العملية والشفوية في جولة هدفت إلى الاطمئنان على انضباط سير اللجان وتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب. أعرب سيادته عن تقديره لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومشددا على أن ما يبذلونه من عمل دقيق ومخلص يعد ركيزة أساسية في الارتقاء بالعملية التعليمية، ومؤكدا أن الكلية ماضية بثبات نحو تطوير نظم الامتحانات والقياس والتقويم بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة. كما ثمن العميد مستوى الالتزام الذي لمسه داخل اللجان، موجها رسالة دعم لطلاب الكلية متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق، ومؤكدا أن صناعة البطل لا تبدأ من الملاعب فقط بل من الانضباط والجدية داخل القاعات، وهنا نصنع جيلا قادرا على المنافسة والتميز. اجتماع عميد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية بالجهاز الإداري بالكلية لوضع معايير جديدة للعمل المؤسسي لبناء مرحلة جديدة من الانضباط. عقد الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عبد الوكيل عميد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية اجتماعا موسعا مع السادة رؤساء الأقسام الإدارية بحضور الأستاذ أحمد عبد الرازق أمين الكلية لمناقشة التحديات الحالية ودعم كفاءة العمل داخل منظومة الكلية. ثمن العميد خلال كلمته الجهود المخلصة التي يبذلها الجهاز الإداري، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها الاستراتيجية، ومؤكدا أن أي مؤسسة أكاديمية لا تكتمل قوتها إلا بجهاز إداري واع ومترابط. وأشار سيادته إلى أن رسالة الكلية لا تقتصر على تعليم طلابها فحسب، بل تمتد إلى بناء مؤسسة قوية من الداخل قادرة على مواجهة التحديات. متابعينا الكرام، كان هذا موجزا لأهم الأنشطة والإنجازات المنفذة على مدار الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.